عندك حبة رز وحبة مكرونة بايتين وعندك ربع كيلو من البانيه. تعالي اقولك ازاي هنحول ربع كيلو البانيه ده لكيلو من البانيه ويعمل معاكي 20 قطعة من البانيه. الاكلة دي موفرة او الوصفة دي موفرة جدا واقتصادية، والطعم بتاعها في منتهى الجمال، وزي ما انت كده شايفة شكلها عامل ازاي، وتنفع معاكي برضو في العزومات وتبقى موفرة قوي معاكي الاكلة دي. ولو اول مرة بتشوفي قناتي انا مطبخ يسر، اعملي اشتراك واعملي لايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا بينا نبتدي وهنشوف مع بعض عملناها ازاي. اول حاجة هنا معانا ربع كيلو من البانيه. طبعا بتغسليها محلول النقع بتاعها ملح وليمون ودقيق ومية، وبعد كده بنسيبها حوالي ربع ساعة، وبعد كده بنشطفها كويس جدا، وبعد كده نسيبها تتصفى. وهنبتدي بقى نقطعها القطع كده صغيرة علشان هنضربها في الكبة تبقى سهلة معانا. كده انا خلصتها خلاص. هنا بقى معايا رز البسمتي دوت كان بايت عندي، ومعايا حبة المكرونة دول برضو مسلوقه، المكرونه برضو بايته. لو تفتكروا كده الفيديو بتاع الكفته البانيه اللي هي بالربع كيلو اللحمه المفرومه، برضو كنا عاملينها وكنت عامله معاها رز بسمتي، او الرز البسمتي دوت باقي منها. وانتي كمان ممكن لو عندك رز ابيض او رز بالشعريه هيمشي برضو، هينفع في الوصفه. واي نوع مكرونه انتي سلقاه برضو هينفع معانا في الوصفه. ضفنا بقى الرز، وضفنا الربع كيلو البانيه، وضفنا كمان المكرونه. وهنضيف كمان بصلايه وسط كده متقطعه كده زي ما انتوا شايفينها اهي كده صغير. وهنضيف بقى البهارات ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ وبابريكا. ورشه كده يعني ربع معلقه كده صغيره من البيكربونات الصوديوم، مش البيكنج باودر، كربونات الصوديوم بتبقى احسن واحلى فيها. وضفنا كمان السبع بهارات، وهنبتدي بقى ان احنا نفرمهم مع بعض كويس جدا في الكبه زي ما انتوا شايفينها كده، زي ما انت هتشوفي كده الشكل بتاعها اهي. اهم حاجه اضربيهم كويس جدا. بعد بقى ما ضربناهم كده هاخدها بقى وهضيفها كده في الطبق اهي. هنضيفها في الطبق وهنسيبها بقى، هسوي كده الوش بتاعها بعد ما اضيفها في الطبق، وهسيبها كده شويه تاخد بقى كله ياخد كده من طعم بعضه والبهارات وكده. هنا بقى هنبتدي بقى نعمل لها بقى الكفر الخارجي بتاعها. هنا معايا بقسماط وهنضيف عليه 3 معالق كبار من الدقيق، هنركنه. هنعمل بقى الخطوة التانية. هنا معايا بيضاية واحدة بس، وهنحط رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، ومعايا هنا حبة لبن كده صغيرين، وهبتدي ان انا هقلبهم كويس جدا. هنا بقى معايا في الطبق ده حبة زيت كده، هبتدي ادهن ايدي بالزيت، وهبتدي اخد كده البانيه بتاعتنا كده واكورها في الطبق لحد ما اخلص الكمية كده كلها زي ما انتوا شايفين كده. كورناها كلها اهي. هبتدي اخد كده كام واحده وهضيفها في البيض واللبن، وهبتدي كده ان انا اقلبها من فوق ومن تحت في البيض واللبن تتغلف كده بالبيض واللبن. وبعد كده هضيفها في البقسماط، وهاخد كده البقسماط وهغلفها برضو بيه كده الكور. وبعد كده اخدها على ايدي بقى واضغط عليها زي ما انتوا شايفين كده، ابططها كده زي ما انتوا شايفينها، وهعمل لها بقى الشكل زي بتاع البانيه بالظبط. مش هتفرقيها زي ما شفتي كده في اول الفيديو. وهبتدي كده ان انا هضيفها تاني، هحطها تاني في البقسماط والدقيق. وانتي بقى بتضغطي عليها كده بايديكي، ما تحاوليش ان انتي ترققيها قوي عشان ما تتقطعش معاكي اهي. بصوا هنخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة، وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. هنا بقى خلاص انا كنت خلاص كده خلصتهم خالص. وهنا في طاسه بقى على النار فيها زيت، والزيت يبقى سخن جدا. وبعد كده هنضيف بقى كده قطع البانيه بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها اهي. هتاخد لون من تحت، هبتدي ان انا اقلبها الناحيه التانية، وكانت ريحتها في منتهى الجمال والطعم بتاعها حلو قوي. وهبتدي بقى ان انا هطلعها، وانا بطلعها بحطهاش على ورق مناديل ولا ورق، لا انا بحطها كده في المصفى زي ما انت شفتي شكلها. وخلصت كل الكمية بنفس الطريقة. وايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بصوا بقى نفتحها كده مع بعض، بصوا الجمال عاملة ازاي. والله الطعم بتاعها ما تفرقهوش عن البانيه العادية اللي من غير اي اضافات فيها. ويا رب بقى ان شاء الله تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم.